شلونهم الغوالي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. هاي الدجاجة كانت كاركة جوها بيض 14 بيضة، لاني طلعن 7 صاحيات والباقي واحد مات في البداية والباقي مخنق بالبيض. الحمد لله شكر اني 4 امهات رقيبة و3 عاديات دجاج عرب. طبعا معلومة بسيطة، الكتاكيت اول ما تطلع عندك اول يوم كل شي ما تنطيهن، لان يظل عنده بالامعاء مالته الغذاء من البيضة من المشيمة، يعني ما يحتاج اكل اول يوم، اول 24 ساعة. بعدها تعطيه بروتين، ده رقم 1 اللي هو هذا المطحون. هذا مفيد جدا إلى لا تعطين خالة ولا تمن اصلا اطلاقا، لا تنطيه كتلة. واول 3 ايام تخلي المشربية تخلي له مي وشكر، اول 3 ايام مي وشكر تخلي له. هذا يعتبر رافع مناعة جدا قوي للكتاكيت الصغار. وبعد 3 ايام تعطيه نسميه لقاح، بس هو مو لقاح، هو رافع مناعة وضد الالتهابات، مالت التهاب صرة. تجيبه كسائل واكو باودر، تجيبه من البيطري، الكيس مالته ب2000 دينار تستخدمه. شوية مفيد جدا ضد الالتهابات والتهابات الصرة، لأن أول إصابة تصير بالكتاكيت هي التهاب الصرة، قاتل إلهن. فلازم تعطيه الرافع مناعة أو علاج مالت التهاب صرة. أعيد وأكرر، ترى هو يعني مو لقاح، وإنما علاج أو رافع مناعة ضد هذا المرض. إن شاء الله صار هاي 2 يوم، بعد عنا يوم كمل 3 ايام مالت مي وشكر. بعدها راح نعطيه العلاج، هو رافع المناعة نفس الشي مالت التهاب الصرة. 7 ايام تعطيه خاشوقة مالت جاي على لتر مي. لتر المي طبعا تعطيه مي مالت نهر مي جاري، ما تعطي لا مي سالة مال بوري ولا مي ارو. هاي كل لقاح او كل علاج افضل، لان الكلور جدا مؤذي، يتفاعل ويا العلاج ويكون نتيجة سلبية للكتاكيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا الكتكوت ابو رقيبة حرامات، واحد من عدن مات وبقى ذني 4 وواحد مخنق بالبيضة. الحمد لله والشكر، نقول هذا رزقنا الخير من الله، يعني من اصل 14 بيضة حصلنا على 7. هن طلعنا 8 مثل ما قلت لكم، بس واحد مات بقى 7، هم خير من الله. ما نقول غير خير من الله، خير وبركة ان شاء الله. ما شاء الله. هذا بعد الريش مالته يطلع باهر بالبداية هو طالع. هاي الأمواية طبعا عزلتهم هنا لأني خاف يقتلوهم أو يسحقوهم الدجاجات، راح أرتب لهم قفص وحدهم، بس أريدهم هسه هنا تحت النظر وواحد يعني عينه عليهم، ما طولهم صغار، خلي شوية يتقوون، خليهم قفص وحدهم. هذا ابن الشوكي كذلك. كما
شوف تاكل، تعلمهن على اكل لان بعد صغير ما يعرف ياكل. تحياتي لكم حبايب، ويا ريت تدعمون الفيديو بلايك، واللي ما مشترك ينورنا ويشترك ويانا، وان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جميل وبخدمتكم حبايب قلبي. تحياتي جناي دجاج العرب. لك نسوانك يتعاركن، روح عايزين. هلا عليك. يا حلو.